ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير واتم صحة واحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من بيت اميرة، ان شاء الله هيعجبكم. بدأنا كده بقى تنظيفات عميقة بتاعة العيد. طبعا بدأت بالمطبخ، مش بدأت بالمطبخ، انا كنت خلصت بصراحة الشقة كلها. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع النيش ان انا ما صورتش معاكم، بس ان شاء الله هصور معاكم وانا بفرش. وكمان هعمل لكم جولة في الشقة كلها بعد ما اخلص. بس انا قلت اوريكم كده المطبخ، عشان المطبخ من الحاجات اللي بتحمسكم وتشجعكم انكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم، لان المطبخ بيحتاج مجهود ووقت بقى ومش قادره اقول لكم. فبدات كده اول حاجه بالمطبخ. اول حاجه عملتها كده جبت طبق كبير او كروانه كبيره، وبدات احط فيها كده شويه صابون سائل، وحطيت شويه كلور، وبدات بقى كده اللي انا املاها ميه عشان ابدا انقع بقى فيها اي حاجه اغسلها. طبعا عشان تبداي في المطبخ كده وتبداي بنظام وتلاقي نفسك بتنجزي بسرعه. جيبي كده كروانه كبيره جنبك زي كده، املي بقى فيها كلور وميه وصابون سائل وكده، وابداي اي حاجه تيجي في طريقك بقى انقعي فيها. يعني انا بنقع الكوبايات والاطباق مثلا، وهبدا بقى ان انا اغسل المطبقيه كلها، وابدا اشطف الكوبايات والحاجات دي وارجعها مكانها. الم الحاجات اللي على الرخامات كلها، المعالق والسباتولات وازازه الزيت والخل، اي حاجه عندك على الرخامه انقع برضو في نفس الكرونه قبل ما انضف مكانها، وبعد كده اشطفهم وارجعهم مكانهم كده. يعني اي حاجه تيجي قصادي في المطبخ بنقع في نفس الكرونه. فانت لو عندك كمان مقاس اكبر من كده تبقى احسن كتير وهتسهل عليكي كتير قوي. طبعا كنت هنا بقى نزلت كل الكوبايات كده من مكانها وكده، حطيتها في الميه دي، قلت تتنقع لها كده شويه لحد ما ننضف مكانها، وبعد كده نرجع نغسلهم ونحطهم مكانهم تاني. طبعا الفيديو ده والتنظيف ده مش زي اي تنظيف في المطبخ نظفته قبل كده. ليه بقى؟ لان انا قررت ان انا هغسل كل حاجه في المطبخ. بمعنى ان انا مثلا كنت بنضف المطبخ مثلا، كنت بفضي الادراج واغسل الادراج كويس قوي، وبعد كده ارجع ارص الحاجه مكانها. انا بقى قررت ان انا اغسل الحاجه كلها، يعني الحاجه اللي في الادراج كلها، البلاستيكات كلها، الحلل والالمونيا، كل الحاجات اللي عندي هتشوفوا دلوقتي. فدي حاجه بقى تشجعكم كده، تقوموا كده تحمسوا وخلصوا المطبخ بتاعكم كده قبل دخلة العيد، عشان تفرشوا كده قبل يوم الوقفة وانتوا رايقين كده والدنيا عندكم رايقة. طبعا بدأت أول حاجة بالباسكت بتاع الزبالة ده، غسلته، وكمان الصفاية بتاعة الحوض عشان توسع لي كده مكان، غسلتهم. وجبت بقى كده ورايا في الأرض فوطة كده صغيرة، فوطة صغيرة ملاية قصدي، كبيرة كده، وبدأت ان انا اصفي عليها بقى المواعين. دي الضرفة دي على طول اللي كانت تحت الحوض فيها البلاستيكات وفيها الألمونيا. بدأت ابص بقى، باخد من هنا احط في الحوض على طول، كله هيتغسل. اخد بقى اي حاجة كده من هنا وابدأ ارمي في الحوض، واطلع اغسل واسيب في الارض يتصفى واخد غيرهم، فاهمين؟ لحد ما خلصت بقى الحاجة كلها. ليه عملت كده؟ عشان بصراحة كان بقالي كتير ما عملتش الحركة دي. وكمان في حاجات كتير انا بقعد فترة كبيرة قوي مش بستخدمها، فبتتملى تراب بصراحة بيبقى شكلها وحش. فقلت اغسل بقى كله، حتى الحاجات اللي انا مش بستخدمها، عشان تبقى كل حاجة بقى نضيفة. اي حاجة بعوزها باخدها على طول تبقى نضيفة، فاهمين قصدي؟ آه، اهم حاجة بقى نسيت اقولها لكم، لو انتوا وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، وقفي بقى كده الفيديو وانزلي اعملي لي لايك. واهم حاجه اللايك يا جماعه، يعني اعتبروها بتقول لي كل سنه وانت طيبه. يعني اللايك بتاعي، اللايك انتوا بتعملوه ده العيديه بتاعتي. اعملوا لي لايك كده واعملوا لي كومنتات كتير حلو زيكم. واللي عايز يسالني على اي حاجه يسالني، طبعا انتوا عارفين ان انا برد على اسئلتكم كلها. يعني ناس كتير سالتني اسئله عن الفيديو بتاع المطبخ، اللي هو الروتين بتاع المطبخ، الروتين المسائي بتاع المطبخ، وردت لكم كلكم على راسي. فلو حابه تستفسري عن اي حاجه اساليني في الكومنتات، وطبعا ان شاء الله هرد عليكي، انا برد على الكومنتات كلها. ويا ريت تعملوا لي لايكات كتير وشيروا الفيديو ده مع اصحابكم. ولو انت بقى مش مشتركه في القناه اول مره تشوفيني، اشتركي في القناه، وان شاء الله اكون خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله فيديوهاتي كمان تعجبكم. واستنوا بقى الفيديوهات الجايه، عشان الفيديوهات الجايه دمار بجد، هتعجبكم قوي. الجوله بقى في الشقه بعد الفرش الجديد وفرش العيد بقى وكده، حاجات هتعجبكم قوي. استنوا بقى الفيديوهات الجايه. طبعا هنا بدات بقى نغسل البلاستيكات والحاجات ديت، بغسل كله اللي بغسله بقى اسيبه يتصفى بقى في الارض. هوريكم دلوقتي انا بصفي على اعملي الحركه دي هتريحك قوي. واحده واحده كده على مهلك، تلمي حاجه حاجه كده، جزء جزء على قد ما الحوض بتاعك ياخد. وابداي اغسلي كده بالسفنجة المواعين واشطفي على طول، الحاجه تبقى نظيفه وزي الفل. انا عملت كده في الحاجات البلاستيكات كلها، وكمان في الالمونيا كلها. وبدلت، يعني نقلت الالمونيا مطرح البلاستيك، والبلاستيك مطرح الالمونيا. هوريكم دلوقتي انا رصيت الحاجه ازاي ورتبتهم على قد ما اقدر ازاي. عشان بس احس بتغيير كده، بحب كل شويه انقل كل حاجه من مكانها كده، اللي هو اللي انا احس بتغيير وخلاص، انتوا فاهمين؟ ف هوريكم دلوقتي كل حاجه. خلاص بقى كنت بشطف اخر حاجه دول في البلاستيكات تقريبا يعني.
وهسيبهم يتصفوا ونشوف هناخد ايه تاني نغسله مع بعض. طبعا الفيديو ده انا كنت كان اطول من كده. انا عايزه اقول لكم الفيديو ده كان ساعه وشويه، فانا حاولت اختصره لكم كله في 20 دقيقه او 21 دقيقه عشان مش عايزه اطول عليكم. لو انتوا بقى بتحبوا الفيديوهات الطويله، بتحبوا الفيديوهات اللي من النوع ده من الروتين والتشجيع وكده، اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات احسن من كده بكتير. كان فاضل لي شويه حاجات كده من البلاستيك، بدات اخد من الارض كده واحط في الحوض، من الدرج قصدي، واحط في الحوض كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا سبت كله بقى يتصفى كده على الارض لحد ما نعمل حاجه تانية او نشوف حاجه تانية نعملها. كان فاضل لي بقى هنا بدات اخد الالومنيا، اي حاجه كده كانت بتيجي في ايدي كنت ببدا ان انا اخدها على طول واغسلها. انتوا شايفين طبعا انا بعمل ايه. طبعا بقى زي ما قلت لكم ان انا كنت خلصت بقى هنا الشقه كلها. خلصت الريسبشن، نظفته وعملت كمان البلكونه، وكنت عملت الليفينج. كنت في التنظيف بس يعني الليفينج كنت عامله كل الحاجات دي قبل المطبخ، يعني قبل الفيديو اللي انا بصوره لكم ده. والليفينج وكمان اوضه النوم. طبعا دلوقتي لما بنتج لكم الفيديو انا تقريبا فرشت الشقه خلاص الحمد لله، يعني تهدي حيلي خلاص. فانا بسجل لكم الفيديو ده وانا كنت خلصت خلصت الشقه وفرشتها. بعد الفيديو ده على طول، اول ما الفيديو ده ينزل على طول ان شاء الله هنزل لكم بعديه جوله في الشقه ان شاء الله. انا طبعا فرشت الخميس، انا بمنتج لكم الفيديو ده النهارده الخميس، وان شاء الله هينزل لكم النهارده. آه، كده فاضل على الوقفة ان شاء الله يومين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم وعلينا الايام بخير يا رب، ويرزقكم كلكم يا رب، ويرزق كل مشتاق للذرية الصالحة، قولوا امين. فكنت بقى خلاص بقى فرشت، فقلت انزل لكم الفيديو الاول لما انتجه لكم وانزله لكم وبعديها على طول هنزل لكم جولة في الشقة. بصراحة يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان الواحد بيتهان في البيت والله بجد. آه، انا كمان ما صورتش وتعبت قوي، مش عارفه لو كنت صورت بقى معاكم كل التنظيفات دي كان حصل لي ايه بصراحه. فربنا يقوينا كلنا يا رب. وكمان لما تكون الشقه واسعه بتتعب اكتر بكتير من ما تكون الشقه صغيره. الشقه الصغيره بتلميها كده بسرعه، لما تبقى الشقه واسعه بتدي حيلك قوي بصراحه. فانا من مكاني هنا عذراكم كلكم بصراحه. فدي بقى بصوا كده كنت نقلت هنا البلاستيكات في الضرفه دي ورصيتها كده زي ما بقول لكم. طلعت بقى الحلل كلها والصواني والالمونيا كنت غسلتها برضو وصفيتها ورصيتها بقى في الدرج ده في الضرفه دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الترتيب كده، كنت خلصت غسلت الحاجه كلها وخلصت بقى الضرفتين دول اللي هما اتقل حاجه اللي هو الالمونيا كده. نيجي بقى على الكوبايات، كنت سبتها اتنقعت حبه حلوين لحد ما غسلت الحاجات التانية. فقلت بقى ان انا ايه ابدا اطلعهم كده من الميه وبغسلهم. على فكره حتى لو ما غسلتهمش يعني انا بغسلهم بالسفنجه بتاعه المواعين، بس هم عشان منقوعين في كلور وصابون وكده. عايزه اقول لكم لو حطيتهم تحت الحنفيه بس شطفتهم هيبقوا بيلمعوا زي الفل. بس انا طبعا قلت ايه اغسلهم عشان ايه اتاكد ان هم كل حاجه بقت نضيفه. طبعا انا بشيل الكوبايات من هنا وانزل اي حاجه مكانها من هنا. نزلت بقى الاطباق، اشيل الاطباق احط اي حاجه مكانها برضو حواليا كده في المطبخ تتنقع لحد ما اخلص الحاجه اللي في ايدي اغسلهم وهكذا. فاهمين قصدي؟ انتوا فاهمين الفكره؟ فبدات بقى انا كده ان انا اغسل الكوبايات بالصابون. بصوا انا بمنظر الصابون ده في المواعين كده بيغسلني من جوايا يا جماعه. انا والله مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس انا بحب جدا النظافه بصراحه. بحس ان هي بتريحني نفسيتي. يعني انا مثلا ايه، مش مشكله انا عندي استعداد اتعب يوم ويومين وثلاثه وعشرة ان شاء الله اتعب شهر في تنظيف الشقه، بس عشان خاطر الاحساس اللي بحسه بعد ما افرش الشقه. انتوا فاهمين؟ يعني انا ممكن اتعب في الشقه شهر، انضف وانفض واشيل السراير واغسل الستاير واغسل السجاد اغسل كل حاجه في الشقه، بس لمجرد ان اوصل للاحساس اللي بحسه بعد ما الشقه تبقى نظيفه وتتفرش. اكيد في ناس كتير هتبقى فاهمه قصدي. لو انت فاهمه قصدي اكتبي لي في الكومنتات اللي انت كمان زيي، مش انا بس لوحدي. فهو احساس حلو قوي اللي تبقى كل حاجه حواليكي نظيفه وكل حاجه حواليكي مترتبه، تحسي ان انت نفسيا مرتاحه، اللي انت عندك استعداد تعملي اي حاجه تانية بقى. وبعدين انا كمان بحب اخلص شقتي بدري، بفرشها مثلا قبل العيد قبل الوقفه بيومين. ويبقى قدامي بقى يومين، يوم بقى تهتمي بقى انت بنفسك، تعملي بقى بديكير، تعملي شعرك، تعملي كل حاجه انت عايزاها. وعشان كمان جوزي جاي من السفر يوم الوقفه، فان انا ايه اكون خلصت كل حاجه قبل ما هو يجي. إيه حاجات تخصني انا وحاجات تخص الشقه والدنيا كلها بقت تمام. ف انتوا اكيد فاهمين قصدي، اللي انتوا تخلصوا بدري دي بقى حاجه كويسه يعني. تعرفي بقى تشوفي ولادك، تشوفي لو ناقصك حاجه تنزلي تشتريها، ناقصك حاجه تعمليها، فتكوني خلصتي من هم الشقه بقى وتبقى بالك رايق. انا كنت خلاص بقى بنضف كده المطبقيه، غسلتها ومسحتها كويس قوي بفوطه. وبعد كده هبدا بقى ان انا ارص الكوبايات والاطباق مكانها. طبعا كانوا اتغسلوا وسبتهم يتصفوا حلو قوي، وبدات بقى كده ان انا ارصهم مكانهم.
بحط كده كل طقم كوبايات شكل بعض وجنب بعض، فاهمين قصدي؟ هرص بقى كده الكوبايات. بصي دي الحته دي كانت ضلمه شويه عشان كان الرينج لايت ما كانش شغال، مش عارفه ليه، يعني كنت بحسبه شغال طلع مش شغال. يلا المهم بدات كده ان انا ارص الكوبايات كلها اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده اكون غسلت الاطباق برضو، سبتها تتصفى. وبعد كده جبت بقى دي الصفايه بتاعه المطبقيه، بدات ان أنا اغسلها عشان اي ميه ولا حاجه تتصفى فيها، تركن بقى الميه فيها. وساعات بتعمل آه، زي تجيره كده بيضه، فبتحب تتنضف على طول. فنضفتها كده وهرجعها مكانها. انا عايزه اقول لكم ان انا عايزه انام مش قادره، فانتوا باين على صوتي. وديت العيال الحضانه الصبح وجيت فرشت الشقه. طبعا ما فرشتش الشقه في الوقت اللي هم في الحضانه، ده مستحيل يعني. جم الحضانه خدوا شاور وناموا وانا كنت خلصت الريسبشن واوضه النوم وغرفه الليفينج، يعني فاضل لي الاطفال والمطبخ والحمام. فقلت اما اسجل لكم الفيديو ده، كان النور قاطع. وبعد كده انام لي ساعتين بس عشان ان انا اقدر افوق، لاني نايمه متاخر وصاحيه بدري. وبعد كده اكمل بقيه الفرش الشقه، عشان احاول ان شاء الله اصور لكم امنتج لكم الفيديو ده بتاع الشقه وانزله لكم، يعني النهارده بالليل ان شاء الله يا اما بكره الصبح. فلميت بقى زي ما انتم شايفين في نفس الميه، لميت بقى كل الحاجات اللي على الرخامات كلها نقعتها فيها. وطبعا هنا بلم برضو من الادراج درج المعالق ده، كل الحاجات اللي انا بشيلها قدامكم دي بحطها في الميه اللي بصابون وكلور، عشان برضو كل حاجه تتعقم وكل حاجه تبقى نظيفه. هفضي الادراج كلها، والحوامل كمان بتاعتهم دي هتتغسل وتتصفى قبل ما اغسل بقيه الحاجه. فشلت بقى كده كله. في حاجات كتير قوي زي ما بقول لكم ما بستخدمهاش، اغسلي كله بالمره بقى، طالما هتقفي وتتعبي يبقى اتعبي بالمره. بصراحة فيا الطبع ده، طالما قررت اني اقف وانضف يبقى لازم اعمل حاجة بذمة وبالمرة، اللي هو اعمل اكني مش هعمل تاني. طبعا انا بعمل تاني كل حاجة، بس انا بعمل كاني مش هعمل تاني لفترة، يعني حاجة تريحني فترة. يعني انضف الحاجة تنظيفة عميقة، تنظيفة محترمة بالمرة، عشان ارتاح فترة على الاقل، تبقى حواليا كل حاجة نظيفة. وبعدين بعد التنظيفة العميقة دي، لو انت ايدك على طول في بيتك في شقتك، بتكنسي اول باول، بتمسحي اول باول المطبخ بالذات، الحيطان حوالين البوتاجاز ايدك فيها على طول عشان ما تعملش دهون، البوتاجاز ايدك فيها على طول، فهتلاقي كل حاجه حواليكي دايما نظيفه ومترتبه. الادراج برضو نفس النظام، اي حاجه تستخدميها ترجع مكانها تاني، فمش هتحسي ان انت بتتعبي قوي زي ما يكون بقى كل حاجه بقى بتسيبيها كده يعني بتهملي او بتكسلي في الحاجه، فهتلاقي كل حاجه ولا كأنك بتعملي اي حاجه، وتعبك كله ومجهودك بيروح على الفاضي. اذا مش بديكم نصيحه والله ولا اي حاجه، انا بس بقول لكم تجربتي يعني، والحاجه اللي انا شايفاها من وجهه نظري صح يعني. خلاص بقى انا كنت غسلتهم وكمان اتصفوا، بدات بقى كده اللي انا ارص الدرج بتاع المعلق ده، كان اول درج. هعمل معاكم كمان الدرج التاني. والدرج الاخير فيه فوط وصابون وكده وحاجات على طول مترتب، يعني ايدي فيها على طول فنضيف، يعني مش محتاج اللي هو يتمسح ولا محتاج ان هو يترتب ولا اي حاجه. انا عملت بس الدرجين دول عشان كانوا محتاجين اللي هم الحاجه اللي فيهم تتغسل. طبعا بدات ان انا ارص بقى السكاكين والمعالق وكل الحاجات اللي بتحط في المنظم ده كده جنب بعض، وهرجع كل حاجه مكانها. قولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه كده في شقتكم، اكتبوا لي في الكومنتات خلصتوا ولا لسه. وكمان قولوا لي ان انتوا بتحبوا قبل دخلة العيد او دخلة مناسبه او عيد او رمضان تشتروا حاجه في البيت جديده زي انا بحب كده، بحب افرح نفسي باي حاجه. يعني انا مثلا لو انا مثلا دلوقتي انا كنت انا في العيد جبت طقم بياضات للانتريه، جبت خداديات جديده، وجبت تقومة سراير جديدة لأوضة النوم ولأوضة الأطفال، جبت الليفنج خداديات جديدة، جبت طقم فازات جديد. فالحاجات دي بتحمسني وبتشجعني ان انا فاهمين ان انا لا انا بقى انا عايزه اخلص وعايزه افرش عشان اشوف الحاجات اللي انا عملتها، فاهمين؟ ببقى متحمسه جدا للفرش عشان اشوف الحاجه اللي انا جبتها شكلها حلو شكلها مش حلو. احس بتغيير كده، حتى لو حاجه بسيطه على فكره، حتى لو كافئتي نفسك مثلا بفازه صغيره، بطقم سرير، ملاية سرير جديدة، بطقم الركن جديدة، بسجادة جديدة، أي حاجة بس تحسسك بدخلة العيد، وكمان تحسسك بالتغيير اللي انت لا في حاجة جديدة، في حاجة مغيرة في شكل البيت، فاهمين؟ أقل حاجة بسيطة وأبسط حاجة بتغير في شكل بيتك، تديله بهجة كده، وبالذات خصوصا لو داخلة على العيد وكده تحسي بقى فعلا بالعيد بقى، لا العيد بقى وفرشنا حاجات جديدة، فخلاص بقى فاهمين؟ فكافئي نفسك بأي حاجة حتى لو كانت بسيطة. كلنا بنتعب وكلنا نستاهل ان احنا نكافئ نفسنا، مش شرط نستنى لحد يكافئنا، او مش شرط ان احنا نستنى ان حد يقولك انت بتتعبي، او ان انت او كتر خيرك، او لا تعبتي، او لا مش لازم نستنى من اي حد كلمة زي دي. انت عارفة مجهود نفسك وعارفة قد ايه انت بتتعبي مع اولادك وفي بيتك وفي كل حاجة.
فانتي كافئي نفسك باي حاجه حتى لو كانت بسيطه، ان احنا نستاهل ان احنا نكافئ نفسنا يا جماعه والله. بجد احنا المفروض يتعمل لنا تمثال على المجهود اللي احنا بنعملوه. انا كمان حرفيا بجد والله اي واحده جوزها مسافر هتحس ان انا بقوله ده من ساعه ما جوزي سافر، وانا بحس ان انا بعمل مجهود اكبر من طاقتي. فاهمين؟ ان انا بودي حضانه واجيب من حضانه واروح السوق واجي من السوق واروق بيت واعمل اكل، كل حاجه انا اللي بعملها. فاهمين؟ فدي حاجه بتتعب، وحاجه بجد بحس ساعات بيجي عليا وقت ان انا خلاص انا مش عايزه انزل من البيت، انا عايزه انام وبس، مش عايزه اعمل اي حاجه، مش عايزه اعمل اكل، مش عايزه اروق البيت، عايزه ارتاح. فاهمين؟ فاكيد كلنا بيجي علينا الوقت ده اللي احنا بنبقى مكسلين، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكسلش، خصوصا في موضوع البيت، عشان ما تعبش التعب اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا كان بقالي فتره قلت بقى انا داخله على تنظيفات العيد وكده، فاهملت شويه في موضوع البيت آه، بحجه ان انا خلاص انا كده كده هنفض. فاهمين؟ فتعبت جدا وخد مني مجهود كبير. يعني بدأ تنفيذ الشقة من قبل العيد حوالي بأسبوعين. فاهمين؟ فبياخد وقت ومجهود كبير، خصوصا لو الحاجة متبهدلة قوي. طبعا انا مش انا اتلهيت معاكم في الكلام، لكيت كتير بصراحة وما شرحتلكوش انا كنت بعمل ايه، بس انتوا اكيد كنتوا شايفين. عملت ورا البوتاجاز، وكمان فكيت الشفاط ونضفته كويس قوي. انا بستخدم الباور وريتهولكوا، وبعد كده رجعته مكانه وغسلت الشباك والحيطان. بعد كده نضفت ورا البوتاجاز ورجعت البوتاجاز مكانه، وبدات ان انا انضف البوتاجاز. انا طبعا نزلت لكم فيديو ازاي البوتاجاز بتاعك يرجع جديد كده، وازاي تحافظي عليه ان هو يفضل جديد. انا عايزه اقول لكم ان البوتاجاز بتاعي ده بقى له 4 سنين ونص، داخله في 5 سنين اهو جواز. البوتاجاز بتاعي لسه زي ما هو. فنزلت لكم الفيديو وروحوا اتفرجوا عليه، او انا هحاول احطه لكم تحت هنا في صندوق الوصف. وكمان الفيديو بتاع النيش، نضفت النيش ورصيته بعد اخيرا 4 سنين جواز. انا سيب لكم برضو الفيديو تحت هنا في صندوق الوصف، تدخلوا تشوفوه وان شاء الله هيعجبكم قوي. فتحت بقى الدرج ده، كان انا كنت لسه عامله الدرج ده من قريب قوي يعني، فهو كان مكركب بس ما كانش متبهدل. فبدات ان انا امسح ازيح الحاجه كده على جنب وامسح تحتيها وابدا ارصهم تاني. وكنت جايبه حاجات جديده برضو هبدا اطلعها كده واحطها في الدرج عشان تبقى كل حاجه حواليا. انا عايزه اقول لكم ان طقم المعايير ده انا مجنونه بيه. انا جبت اللي عندي الاتنين دول مع انهم شبه بعض، يعني مش عارفه ايه اللي خلاني اجيب واحد تاني، وده لسه جايبه دوت اهو جديد. فتحته برضو وحطيته، شكله حلو. ف كنت بقول لكم ايه، فكنت بقول لكم ان الفيديو شرح نفسه، يعني حاجات كتير ما قلتلكوش انا كنت بعمل ايه، بس انتوا اكيد ايه مركزين في الفيديو في اللك اللي انا بقول لكم معاكم يعني. فبدات بقى كده ان انا ارتب الدرج دوت. هو ما خدش مني وقت لان هو زي ما قلت لكم كل حاجه كانت فيه نضيفه باين عليها ايه. وانا الحمد لله يعني كل حاجتي يعتبر جديده لسه زي ما هي، لان زي ما قلت لكم انه لما تبقى ايديكي في حاجتك على طول، حاجتك على طول تبقى جديده. لما تعملي في الحاجه اللي يشوفك لو متجوزه بقالك سنتين اصلا وانت اصلا مهمله في بيتك وفي حاجتك وفي مطبخك، يقول عليك ان انت متجوزه بقالك 10 سنين، لان حاجتك هتبقى قديمه، هيبان عليها اللي هي قديمه، مش هيبان على حاجتك خالص ان هي جديده. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا لما حد بيدخل بيتي ما بيصدقش ان انا متجوزه داخله في 5 سنين. لا، انا اللي يشوف شقتي دي شقه لسه عروسه ما اتجوزتش الحمد لله يعني. هتشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي وقولوا لي بقى انا كلامي صح ولا لا. فعشان انا ايدي في بيتي على طول، وانا بحب اللي بيتي دايما يبقى نظيف وكل حاجه عندي مترتبه، اللهم لك الحمد يعني. فانت كمان حاولي ترتبي بيتك وتنظمي بيتك على قد ما تقدري، رغم كل بقى الحاجات اللي انت بتشتغلي فيها. حاولي تفضي وقت شويه كده لبيتك، وطبعا لولادك، وربنا يعيني ويعينكم ويقوينا كلنا يا رب على اللي احنا فيه. هنا كنت بصوا بقى خلاص انا حاولت رتبته على قد ما اقدر، ان هو فيه كراكيب كتير قوي وفي حاجات كتير قوي انا مش بستخدمها، بس انا ايه زي ما قلت لكم كده رتبته على قد ما اقدر. خلاص بقى كده خلصت الدرج ده هرجعه مكانه. وجينا هنا بقى كنت بفك شريط الليد. طبعا اللي متابعني عارف ان الليد ده لونه بينك، فانا قلت اشيله بقى عشان جبت ليد جديد. مش هقول لكم لونه ايه، خمنوا بقى انتوا لونه تحت في الكومنتات. قلت ازود اضاءه عشان التصوير في المطبخ وكده، وهوريكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا هحاول انزل لكم فرش المطبخ كده في فيديو لوحده وجوله فيه لوحده عشان اوريكم كل حاجه بالتفصيل. وهنركب بقى مع بعض الليد الجديد ده. اتوقعوا بقى لونه ايه في الكومنتات، شوف مين بقى فيكم اللي اتوقع لونه صح. بدأت بقى كده ان انا انضف. كنت خلاص بقى عملت البوتاجاز ووراه، وعملت الادراج كلها بتاعه دواليب المطبخ من جوه ومن بره كمان. مش عارفه كنت عملت من بره ولا لا، هعمله معاكم كده كده. فبدأت كده ان انا الجنب ده بص كله غسلته وبالميه والصابون وكبيت ميه، ورتبت من تحت كده والدنيا تمام في الرخامه اللي هي على الشمال دي. جبت بقى السفنجة كده وبدأت ان اغسل دواليب المطبخ من بره كلها الجنب ده كله. انا بحاول اخلص من جنب جنب كده، اخلص جنب جنب، بحيث ان ايه احس ان انا مش كل حاجه متكومه عليا، وان انا ايه في حاجات بتخلص. يعني انتوا فاهمين، في حاجات بتنتهي يا جماعه.
فالجنب ده كنت خلاص بقى اخلص الدواليب وامسحه واكون خلصته كله. وعملت طبعا معاكم الغسالة وبرده شلتها وعملت وراها. هيبقى فاضل لي الجنب بتاع التلاجة والرخامة الصغيرة التانية، والحمد لله اكون خلصت المطبخ اللي ما بيخلصش. انا عايزة اقول لكم ان المطبخ ده انا قعدت فيه، طبعا المفروض كنت عملته على كام يوم، كنت ريحت فيهم كده، يعني اعمل كل يوم حاجة، بس انا بصراحة ما عملتش كده. انا كومته كله في يوم واحد. انا عايزة اقول لكم بدأت فيه من الساعة 6 مثلا المغرب. كنت اليوم ده وديت العيال الحضانة وجينا نمنا شوية وقمنا عمال ما اتغدينا وكده، كانت الساعة بقت 6. بدأت فيه الساعة 6 المغرب، خلصته الساعة 7 الصبح. انتوا متخيلين قعدت فيه بتاع 17 ساعة ولا 16 ساعة؟ لا 17 12 ساعة او 13 ساعة، فاهمين؟ فخد مني وقت طويل قوي مجهود، يعني الحمد لله ان هو خلص. إيه خلاص بقى كده كانت اخر حاجة بغسل الرخامات دي. وهبدأ بقى كده اللي انا كنت اكون خلصت المطبخ كله، بس فاضل لي الحاجات بتتصفى في الارض اللي هي بتتحط على الرخامات، طقم البهارات والسكاكين والحاجات اللي بتحط على الرخامة كلها. فدي هعملها معاكم. آه، هعملها معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا هنا برضو غسلت الميكرويف من جوه ومن بره، بس شكله بيلمع ازاي. هنا المفروض ان انا كنت المطبخ خلاص اتنضف كله، بس لسه في بقى شويه كركبه والحاجات اللي في الارض دي بتاعت الرخامات زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت خلاص هكمل بقى انا المطبخ واوريه لكم في الاخر. يا رب يكون الفيديو بتاعه عجبكم واستفدتوا منه حاجه جديده. استنوا الفيديوهات الجايه، جوله في الشقه وكمان جوله في المطبخ بعد الفرش. يا ريت تدعموني بلايكات وكومنتات وشير كتير لاصحابكم. بحبكم في الله. هستنى كومنتاتكم ورأيكم في كل حاجة. ومع السلامة حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.